وقال لي: ما الفرق بينكم وبيننا؟ هو نصراني امريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له: ان الفرق بيننا وبينكم في امور اساسية، نحن موحدون وانتم مسلفون. نحن نقول لا اله الا الله وانتم تقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لي: اي شيء في التسليم؟ قلت: لكي نفهم ما تقولون لابد ان نلغي عقولنا. كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يكون الاب والابن وروح القدس واحدا؟ ان تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: اضرب لي مثلا. فقلت له: اذا احضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء وقلت لك كم هؤلاء؟ ان قلت لي انها شيء واحد قلت لك: اسمح لي بان احولك الى مستشفى العباسية قسم الامراض العصبية والنفسية. وان قلت انها ثلاثة قلت لك: كيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: انها واحد كاصبع اليدين، فان الاصبع مكون من 3 عقد ومع ذلك فهو اصبع واحد. قلت له: قل لي يا دكتور، اهذا الاصبع مركب ام بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: اذا كان الاله مركب فمن الذي ركب الاله قبل ان يصير مركبا؟ وهو خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء. فقال لي: انه هو الذي ركب نفسه. فقلت له: وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال: لم يكن مركبا. قلت له: فاذا ركب بعد التركيب، اذا ركب بعد ذلك صار حادثا، لان التغيير دليل الحدوث، والحدوث يقتضي ان يكون سبق وجوده عدم. فمن الذي اخرج الاله من العدم الى الوجود؟ وهو الاول الذي لا شيء قبله، الاخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. فهمس في اذني قائلا: اشهد ان الله واحد، اشهد ان الله واحد. ثم سأل وقال: ما ذنب الذين لم تصلهم دعوة محمد؟ فقلت له: يا دكتور، الناس من حيث الدعوة 3 أقسام: قوم وصلتهم الدعوة فآمنوا فهؤلاء ناجون من عذاب الآخرة، وقوم وصلتهم الدعوة فلم يؤمنوا فهؤلاء داخلون النار، وقوم لم يصلهم شيء، وهذا امر يبدو مستحيلا في عصر الذرة وغزو الفضاء، فامرهم تعالى الى علم الله. ان علم انهم سيقبلون دعوة محمد ان وصلتهم فهم من اهل الجنة، وان علم ان قلوبهم مصرة على العناد وعدم الايمان بمحمد فمصيرهم الى غير ذلك. ثم سألته فقلت له: لما لم تؤمنوا بسيدنا محمد؟ فقال لي: انني اؤمن به
فقلت له إذا ما الفرق بين عيسى ومحمد عندكم؟ فقال أنا أؤمن بعيسى على أنه ابن الله وأؤمن بمحمد على أنه نبي الله. فسألته البنوة التي بين الله وبين عيسى أهي بنوة بيولوجية عضوية أم أنها بنوة رحمة على أنه من خلق الله؟ فسكت قليلا ثم قال أعد السؤال. وطلبت من المترجم الذي كان بيننا أن يعيد له السؤال بأسلوب واضح. البنوة التي بين الله وبين المسيح كيف تم؟ كيف ولد الله؟ كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسير الملك قبل عيسى؟ وإذا كان عيسى هو ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد عيسى؟ إن قلت إنه هو الذي خلق أمه قبل أن تلد قلت لك هذا محال، لأن كونه خالقا يقتضي أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مخلوقا يقتضي أن يكون متأخرا في الزمان. فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في نفس واحد في وقت واحد؟ يكون متقدما على أنه خالق ويكون متأخرا على أنه مخلوق. هذا تناقض يا دكتور. فهمس في أذني قائلا أشهد أن عيسى عبد من عباد الله. قلت له عند هذا الحد اتفقنا، وودعني الرجل وانصرف، وأخذتنا الحسرة على ما صار عليه حال المسلمين. دكتور من ولاية ايوا بأمريكا يقطع آلاف الأميال ليبحث عن محمد، يقطع آلاف الأميال جريا وراء الحقيقة. وقلت له في ختام كلمتي يا دكتور لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا، وآمنا بمحمد نبيا ورسولا، واسمح لي أن أضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وإمام مسلم هو الإمام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين، فقال لهم خديوي مصر أنتم الثلاثة تمثلون الأديان الثلاثة، وأريد أن يثبت كل واحد منكم أنه وأتباعه هم الذين سيدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري أولا، وقال البصري ليتكلم الإمام أولا، فقال الخديوي تكلم يا إمام. فقال الإمام يا خديوي إذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى، وإذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فلم يدخلها هؤلاء ولا أولئك لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإيماننا إيمان كامل إيمان كامل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فارس المنابر الشيخ عبد الحميد كشك. ولد الشيخ عبد الحميد كشك في قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة
في 14 من شهر ذي القعدة من عام 51 و300 وألف هجرية، الموافق للعاشر من الشهر الثالث من عام 33 و900 وألف ميلادية. وحفظ القرآن الكريم وهو دون 10 من عمره، وقد كان مبصرا إلى أن صار عمره 13 عاما ففقد نور إحدى عينيه، وفي سن 17 فقد العين الأخرى. وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي عنهما نور. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية، ثم حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية. ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان الأول على الكلية طوال سنوات الدراسة. وكان أثناء الدراسة الجامعية يقوم مقام الأساتذة بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته. بعد تخرجه في كلية أصول الدين حصل على إجازة التدريس بامتياز، ثم عمل إماما وخطيبا لعدة مساجد في القاهرة حتى عام 1400 وألف هجرية، 81 و900 وألف ميلادية، حيث تم منعه من الدعوة والخطابة إلى أن لقي ربه. اعتقل الشيخ عام 84 و300 وألف هجرية، 65 و900 وألف ميلادية، وظل بالمعتقل مدة 2 ونصف، تنقل خلالها بين عدة معتقلات. كما اعتقل عام 41 وألف هجرية، 81 و900 وألف ميلادية، وقد لقي خلال هذه الاعتقالات عذابا شديدا ترك آثاره على كل جسده، وكان كما قال مرافقوه داخل السجون مثالا للصبر والثبات والاحتساب واليقين. يعتبر الشيخ عبد الحميد كشك من أشهر الخطباء في مصر والعالم العربي، فقد قضى أكثر من 35 عاما في خدمة الدعوة الإسلامية، وله أكثر من 3500 شريط تم توزيعها في جميع أنحاء العالم. وقد كتب الله لها الذيوع والانتشار، نظرا لما يتميز به الشيخ من صدق وثبات وشجاعة وذكاء حاد وخفة الظل التي قربت مفاهيم الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى المواهب الشخصية التي حباه الله بها كالذاكرة الذهبية واللباقة والفصاحة التي لا مثيل لها. لقد تحدث الشيخ كشك عن موضوعات متعددة في الخطب والدروس، فلقد كان يقف وقفة الحق أمام الباطل والظلم والفساد في خطب الجمعة. أما في الدروس فلقد كانت موجهة لإصلاح الفرد المسلم دينيا ودنيويا. ترك الشيخ أكثر من 100 كتاب تتناول كافة مناهج العمل والتربية الإسلامية، وكان في كل هذه الكتابات ميسرا لعلوم القرآن والسنة، مراعيا لمصالح الناس وفقه واقعهم بذكاء وعمق وبصيرة. كما توج جهوده العلمية بمؤلفه الضخم في 10 مجلدات في رحاب التفسير، الذي قام فيه بتفسير القرآن الكريم كاملا. كانت نهاية الشيخ المجاهد بحق هي حسن الختام، فقد توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته كان يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد، فدخل في الصلاة وصلى ركعة، وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ورفع منها، ثم سجد السجدة الثانية، وفيها أسلم الروح إلى بارئها متوضئا مصليا ساجدا، وذلك في 25 من شهر رجب من عام 17 و400 وألف هجرية، الموافق للسادس من ديسمبر لعام 96 و900 وألف ميلادي. وبقدر ما كان الحزن يعتصر المحبين للشيخ، بقدر ما كانت سعادة الكثيرين منهم بهذه الخاتمة الطيبة الحسنة. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وغفر الله لنا وله ولجميع أموات المسلمين.